السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. أخيرا نادي الزمالك يتعاقد مع كارلوس أوسوريو، المدير الفني الكولومبي، خلفا لجيسوالدو فيريرا. طبعا المدير الفني الكولومبي جه بعد 3 مديرين فنيين، يعني هو المدير الفني الرابع هذا الموسم لنادي الزمالك. كان قبله طبعا مستر فريرا، ثم أسامة نبيه، ثم أحمد عبد الناصر. المدير الفني هو كولومبي عنده 61 سنة. ارتبط اسمه مع منتخب المصري في صيف 2021، بعد ما رحل عن منتخب مصر مستر كارلوس كيروش. كارلوس أوسوريو هو ابتدى مسيرته التدريبية سنة 2007، وقاد فيها نادي شيكاغو فاير ونادي نيويورك ريد بولز الأمريكيين. ثم بعد ذلك توج 4 مرات باللقب الدوري الكولومبي. 3 كانوا بقميص نادي أتلتيكو ناسيونال. واخد برضو معاهم لقبي كأس كولومبيا وكأس السوبر المحلي. في 2015 تولى تدريب منتخب المكسيك، وقادوا إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018. وبل كمان ان هو قدر ان هو يكسب المانيا في دوري المجموعات، وقدر انه يتأهل الى دور ال16 في كأس العالم روسيا 2018. أخد رابع كأس القارات مع تريكتولور. واخر تجربه تدريبيه ليه كانت مع اتلتيكو ناسيونال الكولومبي، اللي هو ابتدى يمكن معاهم او كان ثالث نادي يمسكه. وانتهت مسيرته التدريبيه، كانت اخر محطه ليه في مارس 2022، ومن ساعتها هو مش ماسك اي فرق. هو طبعا المفروض ان هو هيتفرج على مباراة الزمالك وحرس وبنك الاهلي غدا ان شاء الله في الدوري المصري. هنشوف هل هو هيقدر ان هو يجي النهارده ولا هيجي بكره. هنشوف، لو جه النهارده يبقى هو هيحضر مباراة من المدرجات. لو جه بكره يبقى غالبا هيحضر، يعني هيتفرج على المباراة عن طريق التلفزيون. نتنقل إلى موضوع آخر، وهي قبول أو قرار مهم جدا للاتحاد الأفريقي بسبب شكوى المشتركة اللي احنا قلنا عليها من كام حلقة كده، ما بين نادي بيراميدز وجيش الملكي ضد نادي فيوتشر. وكانت الشكوى مضمونها ان اشراك احمد رفعت لاعب فريق فيوتشر في الدور التمهيدي مع نادي فيوتشر، ثم خرج اعارة الى نادي الوحدة الاماراتي، ثم عاد في يناير لنادي فيوتشر. طيب المشكلة فين؟ المشكلة ان مفروض ان هو لما رجع تاني لنادي فيوتشر كان يقيد محليا وافريقيا. نادي فيوتشر طلع قال ان هو اتأيد يوم 31 يناير محليا وافريقيا، ولكن اتضح بعد شكوى نادي بيراميدز ونادي الجيش الملكي اللي كانت مشتركة ما بينهم ضد فيوتشر ان اللاعب لم يقيد في الوقت المسموح به في افريقيا. فطبعا الاتحاد الافريقي اتخذ قرار بخصم 6 نقاط
ضد نادي فيوتشر، على الرغم ان نادي فيوتشر اصلا خرج من بطولة الكونفدرالية بعد هزيمته في المباراة الأخيرة ضد بيراميدز، ولكن نادي فيوتشر اتخصم منه 6 نقاط في المباراتين اللي قبل مباراة نادي بيراميدز، وهي مباراة اسكو ديكارا ومباراة الجيش الملكي. مباراة الجيش الملكي كان فاز بيها نادي فيوتشر 2-0، ونادي اسكو ديكارا فاز نادي فيوتشر عليه 3-0، فبالتالي ال6 نقاط دول اتخصموا. فكده نقدر نقول ان اصبح رصيد النقاط لنادي فيوتشر هو 4 نقاط في المركز الثاني. نادي بيراميدز بيفكر انه يقدم شكوى اخرى لتغليظ العقوبة على نادي فيوتشر، لان طبعا في مشاكل محلية ما بين نادي بيراميدز ونادي فيوتشر بسبب ان نادي بيراميدز حاسس ان النادي فيوتشر بيجامل من قبل لجنة الحكام ومن قبل القائمين على كورة واتحاد الكورة المصري. هنشوف هيوصل لحد فين الشكوى ضد نادي فيوتشر. نتنقل إلى موضوع آخر، وهي مباراة المصري وحرس الحدود. امبارح كان في مباراة مهمة جدا في الدوري المصري في الجولة 24 ما بين النادي المصري ونادي حرس الحدود، وانتهت المباراة بفوز نادي المصري على حرس الحدود بهدف لا شيء. هدف جميل جدا جه في الدقيقة 63، كانت ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ناحية الشمال. عمرو موسى كده لمسها لإلياس جلاصي اللي يمررها على شماله لعمرو السعداوي اللي يدخل جوه منطقة الجزاء ويشوط صاروخ بشماله على شمال حرس الحدود، محرزا هدف الفوز لنادي المصري. الهدف ده بيفكرنا بهدف اللي حطه طارق مصطفى سنة 98 في بطولة بوركينا فاسو، وكان طبعا الهدف ده شارك فيه برضو أحمد حسن وكابتن حسام حسن. طلع بعد المباراة اتكلم كابتن حسام حسن على ان بيقال ان الله يكون في عون لاعبين النادي المصري بسبب ان فترة الاستشفاء بتبقى قليلة جدا، وان اللعيب المصري مش مضمون بسبب ان اللعيب المصري فترات التوقف بتاعته في الدوري بتأثر عليه، فبالتالي ما بيقدرش ان هو يرجع لمستواه تاني. وقال طبعا ان لما بيحصل توقف لمباريات في الدوري ده بيعمل ضغط كبير جدا في المباريات بعد لما بيرجع الدوري مرة اخرى. طبعا بالفوز ده يرتفع رصيد النادي المصري إلى النقطة 34 من 24 مباراة اتلعبت له في المركز السادس، بينما توقف رصيد نادي حرس الحدود عن النقطة 18 في من 22 مباراة في المركز ال 18 والأخير من الدوري. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.